محتاج منك رد في فيديو تفيدنا. المفروض لما عملت 4 رحلات نزل لي بونص 20 جنيه، اعرف نزل لي ازاي واستلمه ازاي، وازاي ارفض بشياكة لو حد وزنه زايد. طيب هو السؤال ده في الغالب يعني مثلا نسبة كبيرة من الكباتن القديمة عارفة اجابته، بس احنا برضك ايه هنعيد توضيحه تاني للناس الجديدة. وبالنسبة للناس القديمة برضك لو حد مش عارف يعرف الدنيا ماشية ازاي، انا هتكلم على ازاي ديدي بيحاسب الناس، وازاي الفلوس لو ليك فلوس عند الشركة بتنزل لك، وان درايف برضك ازاي الناس بتتحاسب معايا، يعني الشركة بتحاسبني ازاي. بصوا، هو انا عموما يعني اول ما ابتديت اشتغل كنت قلقان جدا ان الشركة تكون بتاكل عليا فلوس او بتقص من الفلوس اللي انا بتحاسبني بيها او بتغشني في اي حاجة. فكنت متعود ان انا دايما معايا ورقه وقلم وبحسب كل رحله كده على جنب، واخر اليوم اراجع الحساب. طبعا اتاكدت ان الشركات دي مفيش حاجه زي كده، والا لو عملوا حاجه زي كده واتعرف هتبقى فضيحه جامده للشركه. تمام. طيب بالنسبه للحساب مع الشركه عامه كده، عشان تعرف يعني ابسط لك الموضوع، انت اعتبر ان في دفتر حساب كده، صفحه حساب بينك وبين الشركه. اي فلوس عليك هتبقى بالسالب، واي فلوس ليك بالموجب، واخر اليوم بتصفوا الحساب ده. طيب بالنسبه لدي المفروض دلوقتي انت بدأت يومك، ايه اللي هيحصل معاك؟ هجيب لكم بالسكرينات برضك عشان الناس تفهم على البرنامج نفسه. دلوقتي انت راجل جديد واول يوم تشتغل، هتلاقي الخانه اللي فوق اللي انا عامل عليها دايره بالاحمر دي مصفره، انت كده لسه ما اشتغلتش. طب الخانه اللي في الاحمر دي بيتكتب فيها ايه؟ بيتكتب فيها كل الفلوس اللي انت كسبتها النهارده، كل الفلوس الصافي اللي انت كسبتها النهارده من غير العموله. الخانه ديت انت دلوقتي مثلا عملت رحله، لو بفرض رحله ب 25 جنيه مثلا، الرحله دي انت عموله مثلا دي فيها 5 جنيه، فانت ليك فيهم كام؟ ليك 20 جنيه. هنا هيكتب لك ال 20 جنيه، سواء بقى ان العميل كان فيزا وما خدتش منه حاجه، او كان حاطط فلوس في المحفظه وما خدتش منه حاجه، او اداك فلوس ازيد من قيمه المشوار حطها في المحفظه. كده كده الخانه دي بيتكتب فيها كل الخانه اللي هي بالدايره الحمراء دي بيتكتب فيها كل الفلوس اللي دخلت لك النهارده، الصافي بتاعك انت، مكسبك الخاص بتاعك انت. تمام. طيب البونص بيتكتب فين؟ البونص برضك بيتكتب في الخانه دي، بس البونص بينزل بعد الساعه 12. يعني دلوقتي انا قعدت اشتغل وعملت دخل لي كذا بونص، هو هيقول لي ان انت في العروض انت حققت البونص ده، بس مش هيتضاف في الخانه الحمراء دي غير بعد الساعه 12 بالليل. بعد الساعه 12 بالليل هتلاقي نزل لك هنا اتصفر العداد ده، ونزل البونص. مثلا انت عندك 20 جنيه بونص، هتلاقي مكتوب 20 جنيه، فانت هتبتدي تاني يوم هتلاقي في الخانه دي 20 جنيه. طب بقيه الخانات؟ طيب بالنسبه للدخل في المحفظه، الخانه بتاعت الدخل في المحفظه دي بتاعت النهارده بردك، بس بتاعت النهارده بتاعت ايه؟ بتاعت انت دلوقتي مثلا شغال، والعميل كان هو مثلا ليه حاطط فلوس في المحفظه او حاطط فلوس فيزا، تمام، دافع فيزا، فرحلتك انت مثلا ب 20 جنيه. تمام، بس انت المفروض يعني قيمه المشوار الصافي بتاعك 20 جنيه، وهو بيدفع فيزا. فهو انت لما جاي يحاسبك ما دفعش فلوس، الفلوس هتخش فين؟ هتلاقيها في الدخل في المحفظه دي. اي فلوس ليك عند الشركه في الحساب هتخش هنا في المحفظه دي. تمام. بس المحفظه دي بتاعت حساب يوم بيومه، يعني الفلوس اللي انت هتلاقيها دي بتاعت النهارده بس. تمام. طيب بالنسبه للخانه اللي مكتوب فيها الرصيد دي، الرصيد ده ايه؟ الرصيد ده الفلوس اللي ليك عند الشركه بتاعت الاسبوع كله، يعني هو كل يوم بيفضل يجمع 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 لغايه يوم الحد بالليل، لغايه الساعه 1 او 2 بالليل، وبعد كده بيقوم جاي مصفر الرصيد ده ومحول لك الفلوس دي على محفظه مثلا الكترونيه او على رصيدك في البنك. تمام. هو كل اسبوع بيحول لك الرصيد. طب نعيد من تاني. دلوقتي عميل دفع لي 25 جنيه، وال 25 جنيه دي انا ليا فيهم 20 جنيه بس، يبقى انا كده رصيدي هيسلب 5 جنيه. ليه؟ لان ال 5 جنيه الزياده دي مش بتاعتي، بتاعت الشركه. تمام. طيب العكس، العميل دلوقتي المفروض يديني 20 جنيه تمن رحلتي اللي هو فلوسي انا بس، وهو كان حاطط فلوس في المحفظه وحاطط فلوس فيزا، يبقى انا عاوز فلوس من الشركه، يبقى انا ال 20 جنيه دي هتخش بالموجب في المحفظه، يبقى انا عاوزها من الشركه. طيب ممكن موقف تاني كمان، واحد انا هو رحلته مثلا ب 45 جنيه واداك 50 جنيه وقال لي حط ال 5 جنيه في المحفظه. ال 5 جنيه دي مش بتاعتي، ال 5 دي جنيه هتروح فين؟ هتروح بالسالب في المحفظه، هتنقص من رصيدي في المحفظه، هي بتاعت الشركه. طيب احنا كده ايه؟ خلصنا موضوع دي والبونص وكده.
طيب بالنسبه لاندرايف، اندرايف حسابها ازاي؟ اندرايف اسهل بكتير في الحساب، لان هي اصلا مفيش محفظه، مفيش فيزا، في بونص بس فيها. فتيجي ايه برضك نجيبه نظام اندرايف واحده واحده. دلوقتي انت لسه بادئ تشتغل اندرايف، في اول اليوم بيبقى دخل اليوم صفر، انت ما عندكش اي، لسه ما دخلكش دخل. ايه اللي بيتكتب في الدخل هنا؟ ده الصافي. يعني مثلا انت دلوقتي قلت للعميل عشان اندرايف بيبقى فيها الحساب بالعموله، قيمه الرحله اللي بتجيلك بالعموله. انا جات لي رحله، الرحله دي بكام؟ الرحله دي مثلا ب 25 جنيه بردك. عمولتها كام؟ عمولتها في دي طبعا بتبقى في اندرايف بتبقى ارخص، 2 جنيه ونص. طيب الرحله دي في 22 ونص بتوعي، هيكتب لي هنا في الخانه دي اللي هي الصفر دي هتبقى 22 ونص، مش هيكتب لي الا بالعموله. تمام. طيب حاجه تانية دلوقتي، رصيد المحفظه. رصيد المحفظه ده طبعا انت اول ما بتنزل اندرايف بيبدا يشتغل لغايه ما يسلم 40 جنيه، بعد كده يقول لك اشحن عشان تشتغل تاني، بيديك اول مره مساحه 40 جنيه. كل ما هتعمل رحله العموله بتاعتها هتتخصم من الرصيد المحفظه. طب انت رصيدك فيها بالموجب، اصلا انت حاطط فيها 50 جنيه، كل رحله هيفضل ينقص ينقص ينقص. انا معايا مره وصل ل 200 وحاجه، وبعد كده 220 جنيه او 200 جنيه، وبعد كده بيقف، بتضطر ان انت تعمل تعبئه رصيد وتشحنه تاني. ومره تاني هنبقى نشرح لكم موضوع ازاي تشحن اندرايف. طيب هل في مكافآت في او بونص في اندرايف؟ طب بينزل لك ازاي؟ هشرحه لكم. بالنسبه للاندرايف بيطلب منك تحقق هدف خلال فتره معينه وبينزل لك بونص عليه. طب انا دلوقتي عملت مثلا هنا، طلب مني اعمل 30 رحله وهينزل لي مكافاه. كانت المكافاه دي كام يا ربي؟ مش متذكر كانت المبلغ كام، عشان هو مش الرحله دي قديمه. المهم مثلا كان وقتها نزل لي 70 جنيه تقريبا. هو بقى هنا يعني صايع شويه في الحته دي. بص بقى كاتب لك تحت ايه؟ المكافاه دي مدفوع تغطي مدفوعات الخدمه تلقائيا. يعني انت دلوقتي هو مثلا اداك 70 جنيه، ال 70 جنيه دول مش هيدوم لك في ايدك، هو هيخصمهم من عموله الرحلات اللي جايه كانك شحنت رصيد. بس بقى ايه بقى الاصيع في الحته دي؟ يقول لك ان انت تخلصهم خلال 7 ايام. طب انت دلوقتي حاطط فلوس في، يعني هو الفلوس دي ال 70 جنيه دخلت لك في المحفظه، ما خلصتهاش خلال 7 ايام، راحت عليك يا معلم كده اهو. تمام. فهو اندرايف بيديك بونص، بس البونص بيبقى ليه ليميت معين بيتخصم منه العمولة الرحلات اللي جايه. طبعا انت لو كان في فلوس في الاول من المحفظه بتتركن على جنب لغايه ما تخلص، تسحب المكافاه كلها او يعدي ال7 ايام، وبعد كده يخش على الفلوس اللي انت حاططها رصيد. نيجي بقى للجزء الاخير من السؤال. هو بيقول لي لو انت جالك مثلا حد تخين او حاجه زي كده وتعمل معاه ايه؟ والله ممكن وش كده. يعني انا ساعات بعمل كده. كنت معمر المكنه وكنت طالع بعد ما لينت فتره، بدات ان انا ابدا اشتغل بس باخد مشاوير خفيفه. جالي واحد تخين قلت له والله معلش انا معمر المكنه مش هتستحمل، او انا عندي شرخ في الشاسيه او اي حاجه ومش هينفع اخدك. لو حسيت ان الموضوع واحد اوفر، يعني هو مش مناسب ان هو يركب معاك، وبعد كده لو اضطريت تركب حد وحسيت ان هو هيأذي غيرك ان لما يركب، اديله نجمه واحده بعد ما تخلص، عشان لما يجي كابتن غيرك يلاقي تقييم وحش فما ياخدش الرحله. هو بقى عاوز ياخد الرحله ياخدها دي براحته، بس انت لما تلاقي حد وزنه تقيل قوي ومش مناسب معاك في الرحله وحاسس ان هو هيضرك ويضر غيرك، يبقى اديله نجمه عشان غيرك ما يظهرش لغيرك تاني، او يظهر لغيرك ان هو تقييم وحش، فمع الوقت ما الناس ما تاخدوش معاه في رحلات. بس لو انا شرحي مش واضح يا ريت الناس تسالني واعيد تاني، مفيش مشكله. يلا سلام.